ظرفي. لا يمكن اليوم أن نقارن أنفسنا بالأهلي والزمالك والترجي والوداد والأندية الليبية، لأننا لا نملك أكاديميات ولا نملك يعني من باس سوليد لتكوين اللاعبين. وتكلمنا في عدد من المرات على أن هناك أموال في الجزائر، هناك إمكانيات، ولكن ليس هناك برنامج، ليس هناك مسيرين، ليس هناك بعد نظر، ليس هناك تكفل بالفئات الشبانية. لأنه أنت ماكش مكون سو دي باس سوليد، ماكش تمد لي ميور فورماتور، لي ميور طالون، ما تمدش لي ميور بيداغوجيك. هذه هي النتيجة الحتمية. لكن قلت لك اليوم ما لازمش نحكموا حنايا، الحكم تاعنا كإعلام ولا كرأي عام تكون بالعاطفة وتكون بالجهوية. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا البكا والشكا ديال الاعلام الجزائري بعد خساره الفرق الجزائريه المشاركه في عصبه الابطال الافريقيه. كان الفريق واحد اللي فاز، ثلاثه ديال الفرق كلهم خسروا، ولكن الهزيمه القاسيه او جوج هزيمات اللي قاسيين هي شبيبه القبائل امام الاهلي المصري برباعيه، وكذلك مولوديه الجزائر امام الفريق ديال السودان، الفريق السوداني اللي ما عنده لا بطوله، ما عنده حتى شي حاجه، واستطاع انه يربح المولوديه بالطريقه وبالاداء، بل انه حتى يعني نقدروا نقولوا لعب عليهم الكره، قراهم الكره. وهذا الشيء خلى اثر كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. خرجوا الجزائريين كيفاش وحنا والجزائر وكنخسروا فلوس، والسودان وعندهم الحرب وعندهم كذا وعندهم كذا. فاليوم كيعترف رسميا الاعلام الجزائري بانهم المستوى ديال كره القدم الجزائريه بعيد بزاف على كره القدم الافريقيه، ولا حتى ديال شمال افريقيا بحال المغرب ولا مصر ولا يعني حتى تونس في بعض الاحيان، لان اليوم تونس ولات تابعه الجزائر، ولينا كنشوفوها تعاني ما تعانيه الجزائر. يعني نفس الامور اللي ولينا كنشوفوها عند الجزائر فولينا كنشوفوها عند تونس. فنمشيو نسمعوا البكا والشكا ديال الاعلام الجزائري والاعتراف ديالهم. نتمنى غير ما يتراجعوش عليه، لانه راكم عارفين هاد القوم هادو اليوم بوجه غدا بوجه. ففيديو جميل يستحق المشاهده، نمشيو نشوفوه ونرجعوا نرياكتوا عليه الاخوان. إلى غاية الولوج إلى دور المجموعات ومواجهة منتخبين قويين، العميد أمام الهلال السوداني والكناري أمام الأهلي المصري، فريقين محترما إفريقيا، خسارتين خارج الملعب، ولكن تعطينا عدة انطباعات سلبية على أن أنديتنا ما زالت بعيدة عن المستوى العالي الإفريقي، صحيح أم لا؟ شوف نبيل، حنا نتكلموا دائما على حساب الريزلتا. لي بلاطو الجيريان يتكلموا على حساب النتيجة. إذا فزنا حنا نولوا احسن الانديه في العالم، واذا خسرنا نقولوا رانا بعد كل البعد، وهذا تشخيص خاطئ كونجونكتورال خاطئ. حنا نقتنعوا منذ البدايه اننا بعيدين كل البعد عن على الاقل المنتخبات نقولوا العربيه تاع شمال افريقيا، لانه هما عندهم لاعبين محليين من مستوى راقي جدا، وحنا ما عندناش لاعبين من مستوى راقي. والقياس الوحيد على الاقل هو المنتخبات الوطنيه الشبانيه. شوف لا كوباراب مثلا، المنتخبات العربيه عندهم عديد من اللاعبين المحليين كلهم من مستوى عالي، يكونوا المنتخبات الاولى تاع بلادهم. احنا المنتخب الاول والثاني رانا نجيبوه من خارج المدرسه الجزائريه، لان المدرسه الجزائريه لا تكون لاعبين، وبالتالي لا يمكن اليوم ان نتحدث ونتحدثوا حتى كي نفوزوا بالالقاب. سي امر يولي امر ظرفي. لا يمكن اليوم ان نقارن انفسنا بالاهلي والزمالك والترجي والوداد والانديه الليبيه، لاننا لا نملك اكاديميات ولا نملك يعني من باس سوليد لتكوين اللاعبين. وتكلمنا في عدد من المرات على أن هناك أموال في الجزائر، هناك إمكانيات، ولكن ليس هناك برنامج، ليس هناك مسيرين، ليس هناك بعد نظر، ليس هناك تكفل بالفئات الشبانية. كيف يمكن لك أن تنتظر اداء راقي ينافس الاهلي والزمالك والترجي في لي سينيور وانت دون لا باز ما عندكش انفورماسيون دو باز، ما عندكش احسن انتقاء احسن اللاعبين، ما عندكش احسن المكونين، ما عندكش لي زانفراستركتور، ما عندكش لي ماي بيداغوجيك بور لي جون. لو سيستيم دو كومبيتيسيون اليوم راح يتعاود لانه كاين بوكو دو فورفي، ما كاينش الناس تهتم بشبان، وبالتالي ما نقدروش نكونوا احسن من الاهلي والزمالك وحنا ما راناش نخدموا في لاباس. وعليه احنا عندنا لي كاليتي انتريسيك تاع لي جوار ديالنا اللي كاين جاز مرحله كان عنده شويه تكفل، كاين اللي ما عندوش تكفل. جبنا دي جوار ايترونجي، جبنا اللي ما جبناش لي ميور جوار ايترونجي مارك عندنا لي مويا، عندنا لي جوار الجيريا اللي تكون في المدارس الاوروبيه ما جبناش لي ميور الجيريا اللي تكونوا في الخارج. وبالتالي هناك مشكله اساسيه، هما لي ديسيدور
تاع الفوتبول او نيفو دي كلوب ما حابينش يديروا ان بروجي ا لون تيرم وين يخرجونا في كل نادي يخرجنا لاعبين من مستوى راقي، وبالتالي كي نلحقوا اليوم نخدموا سور دي باس سوليد والنادي يكون ستركتوري. تكلمنا في كل مع طاهر، الاهلي عنده 1500 خدام، مؤسسه قائمه بذاتها تنتج لاعبين. احنا ما عندناش هذا الشيء، وبالتالي ما نقدروش اليوم نشوفوها مفاجاه اننا نخسروا في ادوار متقدمه او قبل دور المجموعات. الحديث يعني او الطموح للتتويج باللقب القاري يبقى مشروع ممكن يحدث خطره في 5 6 7 سنوات، ممكن في لاكاف لا تشامبيونز ليغ، لكن لا لونجيفيتي هذيك ما راحش تكون لانه انت ماكش مكون سور دي باس سوليد، ماكش تمد لي موان لي ميور فورماتور لي ميور طالون، ما تمدش لي موان بيداغوجيك. هذه هي النتيجه الحتميه. لكن قلت لك اليوم ما لازمش نحكموا حنايا الحكم تاعنا كاعلام ولا كراي عام تكون بالعاطفه وتكون بالجهويه وتكون بالمصلحه وتكون بكل الجوانب اللي ما عندهاش علاقه بالجانب الرياضي، ونخرجوا على الاحترافيه وعلى الموضوعيه وعلى التشخيص الصحيح من اجل مصلحه كره القدم الجزائريه. اذا اليوم وانا في دور المجموعات المباراه الاولى سي فري خساره، ممكن نروحوا لكارد فينال. اتونسيون ما نقدرش نحكموا اليوم بالاعدام على الانديه الجزائريه، حتى ولو جزنا اليوم لكارد فينال او دو كلوب في الشامبيونز ليغ سيرتو هو المعيار الحقيقي، حتى ولو جزنا حتى ولو الشامبيونز ليغ ما راناش على احسن حال، لانه النتيجه تبقى ظرفيه مقارنه بالانديه العربيه الاخرى التي تتوج بانتظام بالكؤوس القاريه. واضح. رفيق واحد يلتحق بنا ملك عسلة من المانيا عبر تقنيه الزوم، الحارس الدولي السابق لعديد الانديه الجزائريه وشبيبه القبائل. مرحبا ملك. مليحه مالك النتيجه تاع اليوم والبارح ما كانتش مليحه. يا ملك يا عسلان مرحبا. ما كانتش متوقعه وايضا لم تكن فيها المستوى، خساره الشبيبه وايضا مولوديه الجزائر نظرا للاموال الضخمه التي قدمت لكلا الفريقين في الميركاتو والاسماء اللامعه بين قوسين والطاقم التقني الاجنبي المؤهل كما تم تقديمه في وسائل الاعلام. تعليقك على خساره الشبيبه والمولوديه افريقيا؟ شوف، انا تابعت مباراه شبيبه القبائل. هي الخساره دائما تكون في كره القدم وعادي، وحتى الاموال الطائله لما تصرف يعني بحكمه وتكون محطوطه في مكانها وين لازم، يعني عادي. احنا نشوفوا فرق كبار ينهزموا ما فيش مشكله، لكن المشكله انه الطريقه اللي كانت اليوم فيها فريق شبيبه القبائل. انا مناصر فريق شبيبه القبائل كنت نتابع دائما فريق شبيبه القبائل كان يعني في اسوء احواله في فريق يعني يعمل فيه ردة فعل، حتى لو يخسر مش طريقة اللي شفناها اليوم، اللي يعني كان فيه غياب الروح وغياب الحضور، غياب الشراسة في الملعب، وغياب يعني حتى اللاعبين كأنهم لا يلعبوا في مباراة اللي كان وقال 12 يوم، ولا اللي خلى الفريق بريتم يعني كان حابط بزاف. وشفنا فريق الاهلي يعني كان متمسك من نسق المباراه وكان يطلع النسق وينزل كما يحب. ويعني الخساره وارده في كره القدم، ولكن طريقه تاع اليوم اللي ما كانتش طريقه يعني مليحه في سمعه فريق شباب القبائل. ومولوديه الجزائر نعاود نقول مولوديه الجزائر، يعني مولوديه الجزائر خسرت ممكن كانت، انا واش سمعت ظروف يعني شويه برك. ومولوديه الجزائر العام اللي فات كانوا قادرين يروحوا بعيد في الشامبيونز ليغ، وكانوا قادرين يروحوا دومي فينال، وكانوا قادرين يلحقوا حتى لا فينال. سيدي المباراه الاولى ما نحكموش عليها، ولكن لازم تكون رده فعل. والمشكل اعمق من واش رانا نتكلموا اليوم، اللي عنده كما قال رفيق واحد ما تدي كافيتيريا ولا اسمه حتكون ظرفيه، حتكون مونطاني باسكو حتكون الشجره اللي تغطي الغابه، لانه فيها عده مشاكل اللي تخلينا ما نكونوش في المستوى مده سنوات مثل الفريق الاهلي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا الاعلام الجزائري يعني تستمر عقده ديال كرة القدم، اللي خصوصا كرة القدم الافريقيه كيشوف الفرق المصريه المغربيه تنافس على الالقاب القاريه دائما موجوده في النهايه. كنشوفوا مصر، في مصر كنشوفوا الزمالك، كنشوفوا بيراميدز، كنشوفوا الاهلي. في المغرب كنشوفوا الوداد، كنشوفوا نهضه بركان، كنشوفوا الرجاء، كنشوفوا الجيش. يعني فهنا اعترفوا ضمنيا بان كرة القدم عندهم في الجزائر فهي كرة القدم يعني كاين الفلوس، ولكن ما كاينش اللي يسير. وهذا الشيء راه كنا تنهضروا عليه وتنتكلموا عليه وتنقولوا دائما وابدا بان الجزائر عندها ازمه رجال. ما كاينش اللي يسير، ما كاينش العقول. واخا كاينين لي كادافر الجوجات كاينين، ولكن العقول ما كايناش اللي تزيد بهذه كره القدم للامام. تصوروا بالله عليكم وليد صادي اللي جا دابا الرئيس ديال الاتحاديه الافريقيه تيهضروا هما جزائريين ماشي حنا، تيقول لك ما عندوش البكالوريا.
انسان ما عندوش بكالوريا، ما عندوش تعليم، ما عنده شخصيه، ما عنده وعي، ما عنده المام، يجي وتعطيه واحد القطاعات يسيرهم ما يعرفش يقول حتى جمله بالونجلي او جمله مقاده بالعربيه ولا بالفرنسيه. فتصور معايا فين غادي بهاد كره القدم؟ نورمال انك تشوف هاد الهزائم وتشوف، ومازال كيبان لي بان القجع دوز 5 ديال رؤساء الجزائر، من راواج حتى الوليد الصادي، هاز فزاف، هاز فيزيف، المهم 5 اللي دوز. وكيبان لي غادا تا هو غادي يحيدوه من الطريق وغادي يجيبوا رئيس اتحاديه، لان الامور لا تبشر بالخير في هذه كره القدم الجزائريه، والامور راها واضحه وباينه. يعني اشياء اللي تحدث في كره القدم الجزائريه من تلاعب في النتائج، من تحكيم، من الفار ما كاينش، من يعني تيجيبوا لاعبين بملايير وما كيلعبوش ويبيعوا الشراء في المباريات، وهادشي كامل كيعترفوا به الصحافه الجزائريه، ماشي حنا اللي تنقولوا. حنا ما تنقولوا والو، ما تنجيبوا والو من راسنا، حنا تنوصلوا الصوره يعني كما شفناها. فكنظن بان كره القدم الجزائريه مازال خصها العديد والعديد من الامور باش انها ترجع تنافس، على الاقل تنافس غير الدول ديال شمال افريقيا. عاد خليك ديال الافارقه، شفنا صن داونز جنوب افريقي، شفنا جوليبال مالي، شفنا بزاف ديال الفرق. التنزانيا الزام التنزانيا، يعني فرق اللي ولينا كنسمعوها مؤخرا كتنافس على البطولات الافريقيه، وكثير الكثير من الفرق لا في الكوت ديفوار ولا في مالي، ولا ولينا كنسمعوا فرق افريقيه ولات كتنافس وكتخرج في الوقت اللي كنشوفوا التقهقر ديال كره القدم الجزائريه مستمر يعني من سنه لاخرى. وهذا الشيء راه قلناه وعاودنا قلناه، ولكن لا حياه لمن تنادي. عاش المغرب لا عاش من خانه. نشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.